رأسية ولمسة يد وركلة جزاء. نعم الكرة توقفت يا سيد الحكم. بينالتي يس نو بينالتي. ركلة جزاء لفريق تشيلسي. بالمير من أمام الراية، بالمير من أمام الراية، بالمير جول. تشيلسي يفتح مجال التسجيل من كول بالمير. 1-0 في الربع ساعة الأول. كونر جاراجير ينطلق، جاراجير هيدي الكرة خطيرة لصالح عناصر نادي تشيلسي، خطيرة رائعة من كول بالمير. كاد يأتي الجول الثاني، انطلاقة من جاراجير لبالمير، وبالمير استلمها باليمنى وضربها بيسرى. مودريك وجاراجير الآن وصلت لمودريك من عند جاراجير. مودريك التوزيعة خطيرة، جول. ضربها من أوكرانيا إلى لندن. من هنالك ميخائيل مودريك يضيف الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة الثالثة من انطلاقة الشوط الثاني. هدفان مقابل 0 صارت النتيجة. خطأ فادح من دافيد رايا يكلفه غاليا، وهدفا ثانيا من ميخائيل مودريك. هدفان ل0 صارت النتيجة الآن. بوكايو ضربة ثانية خطيرة، والحارس يخرجها ركنية أخرى. الحارس روبرت سانشيز يخرجها ركنية أخرى ويحتج إلى حكم المباراة يقول له فيه بوش وفيه دفع وفيه خطأ علي. نعم بين وايت دفعهم الاثنين، ما خلى ولا واحد. في الوسط ينزل فرنانديز، ديكلان رايس. خطأ عمرك يا روبرت سانشيز. تبعت المباراة من جديد. بقيت 13 دقيقة. أرسنال قد يعود يا روبرت سانشيز، وانت السبب. هافيرتس ويوصل من هنالك لساكا. خطيرة، جول. هذه الدربيات، هذا هو أرسنال، هذه تغييرات أرتيتا، هذا هو تروسار. خرج كالقط في القائم الثاني وعدل النتيجة هدفان لمثلهما. تشيلسي ضاغط، تشيلسي مسيطر، تشيلسي مستحوذ، تشيلسي متفوق. في ربشة عين يفعلها أرسنال ويعدل. كل شيء كان حاضر في اللقاء. 4 أهداف، 6 بطاقات صفراء، تعادل. تعرف إذا كل منطقة أو لا، لأن الديربي لا يوجد فيه منطق. تشيلسي كان يستحق أكثر بكثير من أرسنال، ولكن لما تعود هكذا أمام تشيلسي في ستانفورد بريدج فأكيد أنك تستحق. أرسنال يعود لإرادة الترتيب، ولكن هذه المرة رفقة مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة على ليفربول وتوتنهام. نيجي نخش على عام. هنا بيكلمك على بقى تسريع الجهاز. الإطار ده لما تفتحه كده بتلاقي فيه أرقام كتير. طيب يعني ايه الأرقام دي يا أستاذ بشوي؟ أقول لك الأرقام دي ده الإطار بتاع الفيديو. كل ما هتقلل كل ما السرعة بتاعته ما هتبقى سريعة، وكل ما هتزود في الإطارات كل ما السرعة بتاعته هتبقى بطيئة. هو الستاندرد بتاعه في ناس بتعمل 25 وفي ناس بتخليها 30 زي ما انت عاوز. انت ممكن تجرب مرة 25 وتسجل كده مقطع صغير. لقيت السرعة بتاعت الفيديو عجبتك خليها، لقيت السرعة ما عجبتكش خليها على 30 وجرب برضو. طيب نيجي بقى للدقة. الدقة دي حجم الفيديو أو جودة الفيديو بمعنى أصح. هنا عندك الجودات كلها، كل ما بتعلي في الرقم كل ما جودة الفيديو بتعلى. بس خلي بالك انت في المقابل الجودة بتعلى حجم الفيديو بيكبر، علشان الناس تبقى هي عارفة قبل ما تختار الجودة بالظبط بتاعتها ايه. طبعا الجودة اللي تعتبر مثالية يا اما 1280 في 720 او 1920 في 1080 زي ما انت حابب. برضو لو الموضوع الحجم ما يفرقش معاك خلاص اختار جودة عالية جدا وهتبقى معاك كويسة جدا. طبعا احنا هنا بنختار الام 4، هي تعتبر افضل حاجة دلوقتي.
هنا بتدي له الاوبشن ان هو يفتح محرر فيديو تلقائيا بعد التسجيل. يعني انا لما مثلا سجلت فيديو، بعد ما بدوس ستوب او بنهي تسجيل الفيديو بيفتحوا لي على طول على المحرر اللي انا اقدر بقى اعمل فيه مونتاج زي ما بيقولوا كده. طيب اخر حاجه دي اللي تحت، يعني ايه تبديل بطاقه الرسوم؟ في ناس بيبقى عندها على الجهاز اكتر من كارت شاشه، في كارتين وفي اكتر، فانت ممكن من هنا تختار كارت الشاشه اللي انت عاوز البرنامج يشتغل عليه. طبعا كل ما بتخلي البرنامج يشتغل على كارت شاشه اعلى كل ما بيديك اداء احسن وافضل. ده كان بالنسبة للعام. طيب بالنسبة للتأثير، هنا حركة الماوس بيبقى عليها هنا مفيش لون خالص، أو ممكن تخلي اللون ده أو اللون ده أو اللون ده أو اللون ده. مش عاوز أساسا المؤشر بتاعك يبان، اقفله من هنا، هتلاقي مفيش مؤشر خالص. بس طبعا الأفضل لو أنت بتقدم شروحات يبقى المؤشر بتاعك باين، ويبقى حاجة ألذ وأجمل لما تخليه مميز بلون كده يبقى باين. ممكن نخليه الأحمر مثلا ونشوف هيبقى عامل ازاي. طيب عرض مفاتيح او عرض ضغط المفاتيح، ايه الاختيار ده؟ الاختيار ده بكل سهولة لو انت مثلا بتشرح لحد حاجة في الفيديو وبتقول له هتيجي على الكيبورد وهتدوس Alt Shift مثلا، انت بتدوس عندك على الكيبورد بس للناس اللي انت بتشرح لهم مش باين قدامهم. فانت لو عملت كده فعلت الاختيار ده هيبان لهم كل زرار انت بتدوس عليه على الكيبورد. وانا شايف ان دي ميزة جميلة جدا 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 موجودة في البرنامج ده، هتنفع خالص.